الأهلي السعودي بطلا لكأس النخبة، بطلا لدوري أبطال آسيا لهذه السنة. تنشوفوا معنا عميد الأهلي يتوج الحين باللقب، لقب كأس آسيا للأبطال النخبة. فرحة كبيرة، وتنقولوا ألف 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 مبروك لنادي الأهلي، النادي الكبير، ولجماهير الأهلي اللي حجت إلى ملعب الجوهرة بجدة. أجواء جميلة، جمال ملهاش مثال، والأجمل هو القائد، قائد محاربي الصحراء، قائد الخضر رياض محرز، ثاني القابو من بعد الشامبيونز ليغ الأوروبية، اليوم الشامبيونز ليغ الآسيوية. فريق تستحقها بكل صراحة، فريق الأهلي. فألف ألف ألف مبروك لهذا النادي الكبير. محرز قاب مقابلة كبيرة امام فريق الياباني اللي ماشي فريق سهل، اللي خرج فريق النصر اصدقاء رولاندو. مقابله جميله، تمتعنا بهذه المقابله. اللي كنا حابينه هو اللي كاين، كنا حابين رياض محرز والاهلي السعودي التوج، والحين غنشوفوا مقابله نادي برشلونه. هذا الكأس كأس النخبة في النسخة الأولى يفوز بها نادي سعودي اللي هو النادي الأهلي. النادي الأهلي من كبارات القوم في السعودية، تنقولوا الأهلي، تنقولوا النصر، تنقولوا الهلال، تنقولوا الاتحاد. هادو هما الأندية والشباب زائد الشباب، هادو هما الأندية الكبيرة في المملكة العربية السعودية. أجواء جميلة في ملعب الجوهرة. فرحة كبيرة لجماهير الأهلي، فرحة كبيرة لرياض محرز ولأصدقاء رياض محرز اللي قاموا بمقابلة كبيرة. شيء جميل أن هذا الرجل اليوم يتوج بهذا اللقب. يستحقوا بكل صراحة، يستحقوا رياض محرز، يستحق هذا اللقب. هذا لقب دوري النخبة، دوري أبطال آسيا. ألف ألف مبروك لنادي الأهلي ولمحرز ولعشاق ومحبي الأهلي في وطننا العربي الكبير، ولعشاق ومحبي رياض محرز في وطننا العربي الكبير. إلى الملتقى إن شاء الله.